الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، كيف الطريق إلى الله؟ كيف نصل إلى الله عز وجل؟ يقول الإمام الجنيد رحمه الله، يقول: الطريق إلى الله مسدود إلا للمقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الوصول إلى الله باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العبادة الحقيقية أن تعبد الله كما طلب منك. تخيل لو أن مديرك أو لو أنك موظف في شركة وطلب منك عمل تؤديه، ثم جئت إليهم وقد بذلت جهدا كبيرا وأتقنت عملك، لكن عمل لا يريدونه، ماذا سيقولون لك؟ هل سيمدحونك؟ سيقولون لك أنت عملت عمل ليس مطلوبا منك، هذا لا نريده، نريد العمل الذي نطلبه منك. فالخسارة والخيبة والحسرة أحبتي عندما يأتي العبد يوم القيامة وقد تعب في الدنيا وتعب وظن أنه بذلك يتقرب إلى الله، فيلقى هذا العمل في وجهه لا يقبل منه، لم يطلب منك هذا. ولهذا كانت أثقل آية على النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، أن تحمل هم الأمر الذي طلبه الله منك، هل نفذته كما أراد الله؟ هل قمت به؟ ولهذا يوم القيامة كما قال الله تعالى: عاملة ناصبة تعبت. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أول طريق، أن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسعد العبد أحبتي، وما أسعد قلبه عندما يعبد الله وهو بذلك يعتقد أن هذا المنهج هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. فتريد تقرب إلى الله وتصل إليه، لن تصل إليه إلا بالطريقة التي دلنا عليها رسول الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن تبتغي بعملك وبهذه الطريقة التي علمنا إياها رسول الله، أن تبتغي بها وجه الله، أن تريد الله، ألا تقصد بذلك مطمعا دنيوي أو جاه أو منصب، إنما تريد الله. بهذين الأمرين تصل إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل عمل تعمله انظر إلى هذين الأمرين: هل أقصد بذلك وجه الله؟ قبل ذلك هل هذا العمل الذي يعمله هو كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا طريق الحب، ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريق إلى أن يحبك الله، فإذا أحبك قربك، ولن يحبك إلا إذا عبدته بالطريقة التي أراد، ومن ثم يغفر لك ذنبك ثم يدخلك جنته. يقول صاحب الزبد رحمه الله: وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل. إذن الطريق إلى الله مسدود إلا للمقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لطاعته والسير على منهج نبيه وإخلاص العمل لوجهه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.